الخبر تيفي، للخبر بقية. إليكم مشاهدينا أهم عناوين أخبار اليوم. المغرب يستعد لإطلاق مشروع مهم للسائقين في المغرب. الجيش المغربي يعلن الاستعداد العاجل بالصحراء المغربية. المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك ليصلك آخر الأخبار المغربية. المغرب يستعد لإطلاق مشروع مهم للسائقين في المغرب. تستعد الشركة الوطنية لطرق السيارة لإحداث إذاعة إخبارية خاصة بمستعملي طرق السيارة بالمغرب. ونقل موقع سنتر نيوز عن مصدر وصفه بالمسؤول من الشركة الوطنية لطرق السيارة أن هذه الإذاعة التي يتم العمل على إخراجها للوجود قريبا هي من أجل الرفع من سلامة مستعملي الطريق السيار، ومن أجل تحذيرهم في حالة وجود حوادث السير أو بعض الأشغال بالطرق التي سيستعملونها. وستقدم هذه الإذاعة بحسب المصدر ذاته سلسلة معلومات لمستعملي الطريق السيار وإرشادات حول كيفية تفادي الاكتظاظ الطرقي، خصوصا خلال العطل التي تعرف ذروة حركة السير. وتعد هذه الإذاعة الخاصة هي الأولى من نوعها على المستوى الوطني، إذ يعمل المغرب على إطلاق هذا المشروع كسائر العديد من الدول ذات التجارب الرائدة. الجيش المغربي يعلن الاستعداد العاجل بالصحراء المغربية. قال فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أن قضية الوحدة الترابية للمملكة تأتي على رأس القضايا التي تستدعي اليقظة والتعبئة الجماعية من أجل استباق مناورات الخصوم والتصدي بكل الوسائل للحملات العدائية التي تستهدف المساس بمغربية الصحراء والمصالح العليا لبلادنا. وأكد لقجع خلال رد الحكومة على تدخلات الفرق البرلمانية في الجلسة العمومية التي عقدت أمس الخميس والتي خصصت تقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية أن قضية الصحراء المغربية أصبحت تحظى بدعم دولي متزايد من قبل بلدان مهمة ومؤثرة. وقال لقجع أن الأقاليم الجنوبية تعيش أيضا دينامية اقتصادية واجتماعية، خصوصا مع تنزيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية التي بلغت نسبة الالتزام به 80% من مجموع الغلاف المالي المخصص له. وشدد المسؤول الحكومي على أن الحكومة مجندة بشكل دائم تحت قيادة الملك محمد السادس للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ومقدساتها وترصيد كل المنجزات التي حققتها بلادنا، مع تسخير كل الإمكانيات لقواتنا المسلحة الملكية للقيام بأدوارها كاملة في الدفاع عن الوطن والمواطنين. الخبر تيفي، للخبر بقية.